صباح الخير او مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتشوفوني فيه. النهارده انتوا فعلا بتشوفوني فيس تو فيس، مش زي كل مره بتسمعوني بس. فسامحوني بقى لو في اي اخطاء او اي حاجه مش متظبطه. خلونا نبدا في الموضوع. طبعا الاجازه بدات والصيف بدا، وناس كتير بدات تحجز في فنادق، وناس حجزت بالفعل، وناس كمان لسه بتدور على فنادق. انا شايفه ان في ناس كتير مقلقه من التوترات اللي حاصله في المنطقه والحروب اللي بين الدول وبعضها، وناس محتاره تسافر بره مصر ولا داخل مصر، وناس قلقانه طبعا تسافر في اي مكان. وطبعا خصوصا شرم الشيخ الاسئله كتير قوي عليها، وسينا والحدود. فانا في الفيديو ده هعرفكم كل حاجه خاصه بالموضوع ده، وهعرفكم تسافروا فين، وايه الاماكن اللي امان وايه الاماكن اللي مش امان. بس قبل ما ندخل في كل التفاصيل دي واعرفكم كل حاجه، احب اعرفكم بنفسي. انا شروق، بقدم محتوى عن السياحه والسفر داخل مصر وخارج مصر، والفنادق واهم مميزاتها وعيوبها، واهم اماكن الخروج والفسح. فلو مهتمين بالمحتوى ده وبتحبوا السفر، ما تنسوش تعملوا لايك ومشاركه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم جديدنا اول باول. ويلا بينا نبدا. نرجع بقى لموضوعنا. الناس اللي مقلقه، اللي رايحه تصيف ومقلقه من ان هي تسافر داخل مصر او خارج مصر، ومحتاره وعايزه تلغي رحلاتها. هنبدا باكتر اماكن الناس بتسال عنها، واكتر مكان كمان الناس قلقانه منه وعايزه تلغي رحلاتها، وهو شرم الشيخ وسينا عموما، دهب، نويبع، طابه. طيب هنبدا باول حاجه يا جماعه. الرحلات الجويه بالنسبه لشرم الشيخ، المطار، كل الحاجات دي مستقره. الرحلات الجويه مفيش اي طيران توقف، بالعكس الرحلات الجويه مستقره جدا. المجال الجوي بتاعنا امن، مؤمن كويس جدا، مفيش اي رحله توقفت. بالعكس بالنسبه للاشغال الايام دي عالي جدا. نسبه السياحه في مصر عاليه جدا في اعلى معدلاتها. كمان سواء سياحه داخليه او خارجيه الناس بتروح. كمان اكتر حاجه تثبت لكم كده اسعار الفنادق ارتفعت جدا. طبعا انتوا كلكم شايفين اسعار الفنادق ارتفعت ازاي، فده اكتر حاجه تبين لكم ان في اشغال وان مفيش حاجه توقفت والدنيا امان جدا. طيب كده احنا اتكلمنا عن شرم الشيخ. كمان عايزه اقول لكم الناس كمان اللي في شرم الشيخ حاليا الناس مبسوطه وبتقضي يومها بشكل طبيعي جدا. بتعمل رحلاتها سواء داخل شرم الشيخ، الرحلات الداخليه، الانشطه بتاعتها. الناس شرم الشيخ مستقره زي قبل كده بالظبط، مفيش اي حاجه تقلق. بالنسبه لطابه، دهب، برضو نفس الكلام عليهم. الوضع مستقر جدا ومفيش اي قلق خالص بالنسبة لشرم الشيخ ودهب ونويبع وطابة. سينا عموما مفيش اي قلق خالص. تقدروا ان انتوا تروحوا المصيف بتاعكم وتروحوا الفندق اللي انتوا حاجزينه وانتوا مطمنين ومفيش اي خوف خالص. هو بس الفكرة ان في ناس بدأت تربط تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير بالتوترات اللي حاصلة والقلق اللي حاصل في الدول. الموضوع يا جماعة مش امني خالص، الموضوع سياسي فقط. لان زي ما انتم عارفين ان افتتاح المتحف ده هيجي فيه رؤساء دول وملوك ورموز مشهورة. فهيكون الافتتاح ده حضره ناس من كل دول العالم، وهيكون افتتاح يليق بمصر والحضارة بتاعتنا. فلازم يتم في توقيت يكون مناسب لكل الدول علشان كل الشخصيات المهمة تكون حاضرة. طيب يا جماعة، يعني الموضوع كده مش أمني خالص. ما تربطوش موضوع المتحف بالقلق اللي حاصل، لا الموضوع سياسي. طيب يعني بالنسبة للمتحف احنا خلاص كده عرفنا ان المتحف افتتاحه بس اتأجل شوية للربع الاخير من العام اللي احنا فيه ده. لكن طبعا هيتم افتتاحه بشكل هيخلي العالم كله يتكلم عنه. وان شاء الله هكون معاكم وهنغطي الاحداث دي كلها، وهكون معاكم اول باول وهفرجكم على كل حاجة تخص افتتاح المتحف المصري الكبير. طيب نتنقل بقى للساحل وعشاق الساحل الشمالي والبحر المتوسط والعلمين واسكندرية والجزء ده كله. الناس طبعا هناك قاعدة في الشاليهات بتاعتها مبسوطة وبتخرج وبتسهر والدنيا زي الفل هناك. يعني اللي ناوي يروح يروح ويتبسط ويطمن خالص، مفيش اي قلق خالص في المنطقة دي.
نروح بقى لأهم جزء معانا وأكتر بلد ناس بتحبها جدا وقريبة من قلوب ناس كتير، وأكتر مكان بتسأل عنه الغردقة ومرسى علم والجونة وسهل حشيش والأماكن دي كلها. اطمنوا يا جماعة، مطارات الغردقة ومرسى علم نسبة رحلات الطيران كتيرة جدا، المطارات مزدحمة، رحلات الطيران ماشية بشكل طبيعي ومستمر، فالوضع هناك كويس جدا. طبعا نسبة الإشغال الأجنبي في الفنادق عالية جدا، وده كان السبب في إن الأسعار ارتفعت قوي في الفنادق زي ما احنا شايفين. فما تقلقوش يا جماعة، بالعكس في فنادق كتير افتتحت في الغردقة ومرسى علم وسهل حشيش، فالوضع مطمئن جدا والوضع مستقر عندنا في مصر، ما تقلقوش من أي حاجة خالص. طيب في ناس كتير كانت طلبت مني فيديوهات خاصة بفنادق الهانيمون، أنا مش ناسياكم، إن شاء الله الفترة الجاية دي هنزل لكم فيديو خاص بفنادق الهانيمون واهم مميزاته وعيوبه، هعرفكم كل التفاصيل علشان لو حابين تطلعوا الايام الجايه دي، بما ان فتره بقى الافراح جايه والجواز وكده، فهنزل لكم فيديو خاص بالهانيمون. نرجع بقى لموضوعنا، احنا كده اتكلمنا عن الرحلات الداخلية في مصر والوضع في مصر عامل ازاي، وطمنتكم ان الوضع مستقر وتقدروا ان انتوا تروحوا اي مكان في مصر وانتم مطمنين. طيب بالنسبة بقى للناس اللي طالعين رحلات بره مصر سواء فسح أو هانيمون، خلي بالكم بس من الدول اللي بتكون قريبة من إطلاق النيران والصواريخ والقلق اللي حاصل ده. لكن لو انتوا رايحين جزر أو أماكن بعيدة عن الدول دي فما تقلقوش خالص، كده كده الطيران عندنا ماشي بشكل دوري ومستمر، مفيش أي قلق خالص، المجال الجوي عندنا مؤمن، فاطمنوا من النقطة دي. مصر وخارج مصر ما تنسونيش بقى من دعمكم، واهم حاجه لايك وشير وسبسكرايب علشان يوصلكم جديدنا اول باول. والفتره الجايه دي انتظروا مني فيديوهات كتيره عن فنادق شرم الشيخ والغردقه ودهب، علشان زي ما احنا عارفين الصيف بدأ وكل الناس مهتمه دلوقتي بالرحلات، فتابعوني علشان يوصلكم كل جديد. وفي الاخر عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا، ان احنا عندنا في قناه فكره وسفريه بتكلم فيها عن السياحه والسفر، سواء سياحه داخليه او خارجيه، وافضل الرحلات اللي ممكن تعملوها في مصر سواء بحر ابيض او بحر احمر، وترشيحات الفنادق وافضل الرحلات واماكن الخروج. فلو مهتمين بالمحتوى ده وبتحبوا السفر ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم جديدنا اول باول. ولو الفيديو عجبكم اعملوا لايك ومشاركه علشان يوصل لاكبر عدد من الناس، ويهمني جدا ان اعرف رايكم في الكومنتس، ولو عندكم اي سؤال بخصوص السياحه والسفر سيبولي تعليقاتكم انا هرد عليكم. وباي باي.